خلينا بالموضوع، موضوع كاظم الساهر. هناك دائما لغط حول كل أغنية ينزلها القيصر هذه الأيام، يعني ما بين مؤيد ما بين معارض. بصفتك أستاذ موسيقى قبل أن تكون فنان مطرب كبير، فبصفة موسيقية نريد تنطينا رأيك بالعمل الجديد اللي جيبك يا ملاك. اللغط اللي دا يصير على أغاني الساهر الجديدة العراقية، نعم. يعني باللهجة العراقية. أولا أنا طبعا اشتركت وياه بكثير من الأغاني مع الأخوة بالكورال، يعني أنا ومالك نعم وشعبان، اشتركت وياهم بالأغاني. نعم. بس الحقيقة ما كنا نعرف شنو، لأنه فقط غناء الكورال، المكان الكورال، ويعني يغني كاظم مقطع احنا نرد وراه وهذا، ولذلك ما كانت نعرف يعني نقدر نقيم الأغنية في تلك الفترة. لكن بعد ما ظهرت، يعني متى عرفوا العالم انه يعني طلعت، وكان هناك اختلاف بالآراء بين المستمعين. هي من مقام الحجاز كار، وبأبوديات هو كاتبها يعني الأستاذ كاظم. نعم. وحققت ما حققت. يعني هو بالفترة الأخيرة أهم شيء يريد نقوله أستاذ وليد، نعم. أنه كاظم حاليا هو غنى القصيدة، وغنى الأغنية الشعبية، وغنى الأغنية الخفيفة، وغنى ما غنى. هو حاليا أنا في رأيي دا يغني ويلحن بخبرته واللي يريده هو، يعني يختار المقام هو، الدرجة هو يختارها، شلون يريد يتحول. يعني هو دا يتفنن، يعني خاصة أغنية إلا أجيبك، يعني دا يتفنن باختيار. مثلا بدأ بالكرد، وراها بالمذهب، بعدين تحول إلى شوية سيقا بلدي، وبعدين صارت مقام بيات شوري اللي هو متكون من جنسين، اللي هو مثلا بيات عالصول وحجاز عدو، بيات عري أو حجاز عالصول، يعني يصير إذا كان عري، فهذا متكون من جنسين بيات وحجاز. اختار هو هذا المقام اللي حاليا طبعا ما نسوه العالم، يعني ما عدا موجود بالمقام العراقي أغنية اللي غناها فلفل قرجي. منك لو ما انت ما صفيت بهيج حالة. فهو اختار مثلا، يعني غنى كاظم كرد، بعدين سوى البيات الشوري على ايضا على النوى، يصير الحجاز على الدو، وسوى حركة أخرى، يعني سوى حركة استقر على الكرد، العفو البيات على الدو أثناء الغناء الكوبلية. وهذا يعني أنا أشوفه هو ترف بالنسبة له، يعني يغني ما يريد. يعني صعبة هي طبعا، هاي كل الصعبة، مو سهلة إنه أنت يعني تسوي جملة في ما تتوقع إنه راح يستقر على البيات على الدو. هذا ويرجع إلى البيات الشوري. لا يا قلب، لا يا قلب، وين راي، وين ماخذني بهواك. حاليا أنا أشوف أنه هو في أبها يعني خبرته وقدم وهذا، وهو حتى يعني قام يختار آلات بسيطة، ما يختار فرقة كبيرة. صح. موسيقية. صح. للأغاني يعني العراقية. هاي الأغنيتين يعني ما شفنا فرقة كاملة، لا يعني فرق، يعني العفو آلات فردية محددة تشترك في أغنية عراقية، وهاي من العظمة يعني الحقيقة. هذا اللي أقدر أقول لك إياه يعني. وتعرف أنت صوت الساهر بعد وإحساسه الرائع، وبدنا ننتظر البقية بعدك يمكن 12 أغنية وأكثر. شوف شو مقدم بيها، ونقدر ممكن إحنا كل أغنية طبعا أو أغنيتين نقدر يعني نحللهن من ضمن البرنامج. أنا أشكرك مرة ثانية. أنا أشكرك.
واهنيك يعني للمره الثانيه على برنامجك. وبالمناسبه يعني اغاني كاظم الساهر من الاغاني اللي ما ممكن تسمعها من اول مره. يعني احنا حتى كنا اغاني عبد الحليم بنسمع نقول هاي شنو بالبدايه، صح. ننتقدها بعدين تصير ايقونه وتصير تاريخ. حتى اغاني الساهر هسه من تسمعها انت اللي يجيك مره بعد مره تعشقها، مره بعد مره تحبها اكثر. بالفعل. وهذا هو الفن الاصيل يعني حقيقه. تحياتي. هو هذا بالضبط اللي تقوله، يعني الاغاني الحلوه مو من اول مره يعني تتذوقها. بالبدايه شلون واحد ياكل له اكله يعني طيبه، اول يتذوقها وبعدين يغوص بيها. الاغاني اللي بسرعه تشتهر هذه تموت بسرعه، بس هذه الاغاني نوع من الاغاني لا تعيش اكثر، لانه كل ما تسمعها تعيش اكثر. يعني هذه الاغنيه بالذات اللي اجيبك ذكرني باللي اجيبك الدرب. سمعتها اول مره حسيت بها حلاوه، سمعتها ثاني مره حسيت بامور اخرى، ثالث مره رابع مره لا بديت فعلا احس بالحلاوه اللي بداخل المقاطع، الموسيقى، التغييرات في المقاميه، الاداء. كل ما تسمعها كل ما تلقى بيها شيء حلو واجمل. اذا مثل ما قال الفنان الكبير احمد نعمه، تحياتنا له اكيد وشكرا على هذه التواجد الصباحي ويانا. بعدك 12 اغنيه بالالبوم ننتظرها وهم نحللها ان شاء الله.